تخيل كده، ترجع بيتك تلاقي حد عايش فيه، بياكل من أكلك وبيستخدم حاجتك، ويمكن نايم في سريرك. بس المشكلة أنت ميت. قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص الغامضة الحقيقية اللي زي دي، ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، عشان كل قصة جاية هتبقى أعمق وأخطر من اللي قبلها. القصة دي حصلت سنة 1922، في وقت ألمانيا كانت لسه خارجة من الحرب العالمية الأولى، والدنيا كلها فيها فوضى وفقر وخوف. المزرعة دي كانت ملك راجل اسمه أندرياس جروبر، راجل كبير في السن، صارم جدا، وبيعيش مع عيلته، مراته سيسيليا، بنته فيكتوريا، حفيدته الصغيرة، وحفيد صغير عمره 2 سنين، وكمان خدامة جديدة لسه جاية تشتغل عندهم. كل حاجة شكلها عادية من بره، لكن الحقيقة البيت ده كان مليان أسرار تقيلة جدا. قبل الجريمة بأيام، أندرياس بدأ يلاحظ حاجات غريبة جدا. مرة وهو ماشي في التلج، لقى آثار رجالة داخلة المزرعة، لكن مفيش أي آثار خارجة. يعني ببساطة حد دخل وما خرجش. الأغرب من كده، سمع أصوات خطوات في العلة، السقف، كأن حد ماشي فوقهم. طلع يدور، ملقاش حد. في يوم، مفتاح من مفاتيح البيت اختفى، وبعدها بفترة بدأوا يلاقوا حاجات اتحركت من مكانها، أكل بيتاكل، أدوات بتستخدم، بس محدش في البيت بيعمل كده. يعني ببساطة كان في حد موجود معاهم وهم مش شايفينه. قبل الجريمة بشوية، الخدامة القديمة سابت الشغل فجأة وقالت جملة غريبة جدا: البيت ده مسكون وأنا خايفة أموت هنا. العيلة جابت خدامة جديدة، وصلت يوم الجريمة نفسها، يوم 31 مارس 1922. الدنيا كانت هادية جدا، ولا حد سمع أي صريخ ولا أي صوت غريب. لكن اللي حصل جوه المزرعة كان من أبشع الجرايم في تاريخ ألمانيا. واحد واحد، كل أفراد العيلة اتسحبوا لمكان واحد، الحظيرة. لكن السؤال هنا، مين اللي كان بيناديهم واحد ورا التاني؟ وإزاي كلهم راحوا بنفسهم؟ ده اللي هنعرفه في الفصل الجاي. القاتل ما كانش بس بيقتل، هو كان بيلعب ويستنى ضحيته تجيله برجليها. الليلة دي ما كانش فيها صوت، ما كانش فيها صريخ، وده لوحده مرعب أكتر من أي حاجة. كل الأدلة اللي الشرطة لقيتها بعد كده بتقول إن أول واحدة خرجت من البيت كانت سيسيليا الزوجة. في حد نداها من بره، مفيش كسر باب، مفيش اقتحام، يعني هي خرجت برجليها. أول ما دخلت الحظيرة اختفت. المحققين لقوا إن القتل تم باستخدام أداة زراعية تقيلة أقرب لفاس اسمها ماتوك. ضربة واحدة بس كانت كفاية. مفيش مقاومة، مفيش محاولة هروب، كأنها ما كانتش متوقعة أي خطر. بعدها بدقايق، فيكتوريا بنتها خرجت تدور عليها. نفس السيناريو، نفس النهاية. وبعدها الطفلة الصغيرة. 3 اتقتلوا بنفس الطريقة وفي نفس المكان.
وولا واحد فيهم صرخ. الجد أندرياس نفسه خرج يشوف إيه اللي بيحصل. راجل قاسي قوي، بس ده ما فرقش، هو كمان وقع. الأربعة اتلاقوا بعد كده في الحظيرة مترصين فوق بعض، كأن اللي قتلهم كان بيخبيهم أو بيجمعهم. وده بيطرح سؤال مهم: هل القاتل كان لوحده ولا في حد تاني معاه؟ بعد ما خلص على اللي في الحظيرة، القاتل دخل البيت وكان فاضل 2: الطفل الصغير والخدامة الجديدة اللي وصلت نفس اليوم. الطفل كان نايم في سريره، ما قاومش، ما فهمش، وملحقش حتى يخاف، اتقتل وهو نايم. الخدامة غالبا سمعت حاجة، لكن بدل ما تهرب كانت متأخرة واتقتلت هي كمان في أوضتها. لحد هنا الجريمة مرعبة، بس اللي جاي هو اللي خلى القضية دي واحدة من أغرب الجرايم في التاريخ. القاتل ممشيش. لعدة أيام بعد الجريمة كان في حد لسه موجود في المزرعة. الحيوانات كانت بتتاكل، الدخان كان بيطلع من المدخنة، حد كان بينام في البيت. يعني القاتل كان عايش وسط الجثث. لما الشرطة وصلت لقوا تفاصيل غريبة جدا. الجثث اتغطت بالقش، مفيش سرقة واضحة، مفيش آثار اقتحام، وده معناه إن القاتل يا إما كان يعرفهم كويس يا إما كان عايش معاهم من البداية. فاكر الأصوات اللي كانوا بيسمعوها؟ في احتمال مرعب جدا إن القاتل كان مستخبي في الصندرة وبيتابعهم يوم ورا يوم. اللي حصل في المزرعة ما كانش جريمة عادية، ده كان ترتيب وصبر ومراقبة. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنت مين القاتل، وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تكمل معانا باقي القصة. في الفصل الجاي هنغوص في التحقيقات، المشتبه فيهم، وأغرب النظريات اللي لحد النهاردة محدش قدر يثبتها. بعد أيام من الصمت الناس بدأت تاخد بالها إن في حاجة غلط. 2 عمال من القرية راحوا المزرعة عشان يشوفوا العيلة مختفية ليه، وأول حاجة لاحظوها الدخان كان لسه بيطلع من المدخنة، يعني في حد لسه هناك. لما دخلوا الدنيا كانت هادية بشكل مرعب، مفيش صوت، مفيش حركة، لحد ما وصلوا للحظيرة، وهناك شافوا أول كابوس: 4 جثث مغطين بالقش مترصين فوق بعض، كأنهم اتحطوا هناك عن قصد. المنظر كان صادم لدرجة إنهم خرجوا يجروا، لكن ده كان مجرد البداية. لما الشرطة وصلت وبدأت تفتش البيت لقوا باقي الجثث: الطفل الصغير في سريره والخدامة في أوضتها. بس الغريب مفيش أي فوضى، الأكل موجود، الفلوس موجودة، مفيش سرقة، يعني القاتل مش داخل يسرق. المحققين لاحظوا تفاصيل تخلي أي حد يقشعر. حد كان بياكل بعد الجريمة، حد كان بيراعي الحيوانات، حد كان عايش هناك عادي جدا. يعني القاتل ما كانش مستعجل يمشي. رغم كل ده مفيش آثار واضحة للقاتل، لا بصمات، لا شهود، لا حد شاف حاجة، كأنه اختفى. أول شخص الشرطة شكت فيه كان واحد قريب من العيلة،
كان ليه مشاكل معاهم وكان معروف إنه عنيف شوية، بس مفيش دليل كفاية. في مشتبه تاني مهم جدا، راجل كان مرتبط بفيكتوريا، وفي ناس بتقول إنه ممكن يكون أبو الطفل الصغير. كان بينهم مشاكل وغيرة وقصص معقدة، وده خلى الشكوك تزيد عليه، لكن برضه مفيش دليل. في نظرية تالتة هي اللي مخلية القصة دي مرعبة لحد النهاردة، إن القاتل ما كانش غريب، كان عايش معاهم قبل الجريمة. السؤال الأهم، الدافع. ليه حد يعمل كل ده؟ انتقام؟ غيرة؟ مرض نفسي؟ ولا في سر في البيت ده محدش عرفه؟ رغم التحقيقات ورغم كل الشكوك، القضية اتقفلت من غير قاتل. القصة دي بقت واحدة من أشهر الجرائم الغامضة في ألمانيا، واتعمل عنها تحقيقات تانية بعد سنين، لكن برضو مفيش نتيجة نهائية. كل اللي فاضل هو أسئلة. تخيل تعيش في بيت وحد بيشاركك حياتك من غير ما تشوفه. يمكن القاتل كان أقرب مما كانوا متخيلين. لو القصة دي شدتك، اكتب لي رأيك، مين القاتل في وجهة نظرك؟ وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، عشان الجاي هيبقى أغرب.